ونيجي دلوقتي بقى لاصعب حاجه وهي الابلكيشن لازم تملاها من على موقع السفاره نفسه، لانك لو رحت السفاره مش هتلاقي اي ابلكيشن موجوده تملاها، لازم تملاها اونلاين، وكمان لازم تملاها مظبوط جدا جدا جدا. ولو فيها اي غلط او فيها اي تعديل السفير محتاجك انك تعمله هيرفض طلب التأشيرة، وهيقول لك تعالى بكره قدم عليها من جديد واعمل ابلكيشن من جديد. ما ينفعش تسيبه وتروح تعملها من جديد وترجع له تاني، وما ينفعش برضو تعمل بالقلم الجاف اي علامه وتديله الابلكيشن، هيرفض برضو وهيقول لك لا اعمل كله مظبوط على السيستم وتعالى قدم من جديد. وانا شفت كان في بعض الناس كان عندهم بس مشكلتهم في الابلكيشن ان هم مش عاملين حرف اكس على حاجات معينه، قال له لا روح اعمل من جديد اونلاين وتعالى قدم بكره. فطبعا بعض الناس قالت انا خلاص انا ممكن اعمل حرف اكس واخد الورقه تاني، قال له لا لازم تعملها من جديد على السيستم وتيجي تقدم تاني بكره. ودي طبعا اكتر حاجه كانت بتضايق الناس هناك في سفاره تايلاند، ودي لازم تاخد بالك منها. لو انت مش هتقدر تعمل الابلكيشن اونلاين بنفسك ومش هتقدر تعمله مظبوط، في شركات سياحه جنب سفاره تايلاند ممكن تعمل عندهم الابلكيشن ب 50 جنيه وهيطلعوها لك مظبوطه 100% ويحطوا عليها صورتك. ودلوقتي تعالى اوريك ازاي تملى الابلكيشن اونلاين وتعمل كل حاجه بنفسك ويطلع مظبوط ان شاء الله 100%. دلوقتي هقول لكم سريعا كده ازاي تملوا الابلكيشن اونلاين. هتخش على الموقع وهحط لك اللينك ده في الديسكريبشن. هتلاقيه حاطط لك فايل، الفايل ده انت بتدوس عليه وتحمله PDF، بعد كده تشغله وتبدا تملى الابلكيشن. اهم حاجه تعلم على كل حاجه مطلوبه، يعني هنا بيقول لك انت هتعمل ايه تورست فيزا، يبقى اتعلم تورست هنا. تمام. نمبر اوف انتريز، عدد المرات الدخول هتخليها مره او مالتي على حسب ما انت عايز. الفيرست نيم هتكتب اسمك. الميلاد فين، شوية معلومات يعني. الجنسية ماشي. بعد كده اقامتك او مكان بلدك اللي انت اتولدت فيها، مصر ام الدنيا. طبعا يعني حاجة متعبة اوي. Egyptian، والله مش مصدق اجيب لك مصحف احب لك عليه. current occupation، العمل بتاعك، الوظيفة بتاعتك. هتشوف بقى تكتب employed يعني موظف. الوظيفة الحالية مثلا هنقول انجينير، هتختار برضو الوظيفة بتاعتك. الغرض من السفر سياحة توريزم. هتشوف مثلا هتكتب تاريخ الذهاب 1/1 مثلا 2019 او 1/8 شهر 8 2019. وهتكتب تاريخ المغادرة 1/10 مثلا 2019. لازم التواريخ دي تكون مظبوطة زي ما انت كاتبها في حجز الفندق وحجز الطيران وكده. هتقعد قد ايه بالمنص؟ شهرين يعني، هتقول شهرين. هتسافر بايه؟ بالطيارة اكيد، مش هسافر بالحنطور يعني ايربلين. لو انت عارف رقم الرحلة بتكتبها هنا، بيبقى في الحجز المبدئي اللي انت حاطه. هتكتب مثلا 5/2/3 مثلا يعني. هتسافر امتى؟ date of previous visit. انت سافرت قبل كده تايلاند ولا دي اول مرة؟ تكتب اول مرة.
وتكتب هنا العنوان بتاع الفندق، الحجز الفندق اللي انت عملته، هتحط العنوان هنا 2 3 او اي فندق يعني. بانكوك هوتل مثلا، تكتب العنوان مثلا. بس هنا هتحط التاريخ وتمضي، مثلا النهاردة 23/7/2019. غلط، 23/7/2019. كمل هنا، هتكتب هنا الجامعة بتاعتك او الشركة بتاعتك اللي انت بتشتغل فيها، مثلا اي شركة. هتكتب عنوان الشغل، معادي مثلا. الحالة الاجتماعية، أعزب أو مريض. تليفونك، حط تليفونك برضو، أي تليفون. الإيميل بتاعك، مثلا العنوان بتاعك الحالي 30 مثلا، يعني تكتب العنوان بتاعك بالظبط، كايرو. ودي لو انت هتروح عن طريق والدتك او والدك اللي انت هتستخدم الحساب بتاعهم او كده، او لو انت ده للاطفال، ده الابلكيشن لطفله هيروح مثلا مع والدته، فتكتب اسمه والدته، اسم والده. اللي هيسافر هيكون مثلا ما عندوش شغل او كده، او هيكون حد مرافق او كده، فبيتكتب هنا. وديت travel documentation information، تكتب هنا الباسبور بتاعك. هتكتب نوع الدوكيمنت اللي انت هتقدمها، هتقدم باسبورك، وتكتب رقمه، رقم باسبورك ايه، مثلا 260 70، وطبعا التاريخ بتاع الإصدار. ده المكان الإصدار، هتلاقي مكتوب المكان أو النوع، هتلاقي 1 2 على الباسبور بتاعك، والتاريخ بتاعه، والتاريخ الانتهاء 12 مثلا 7/2024. بس. وهنا برضو مهم هتعلم اللي الابليكيشن اللي انت محضرها ومجهزها على حسب انت محضر ايه، وبتعلم هنا بالظبط. دي الفورم بتاعتك محضرها، الفوتو محضرها، الباسبور اوريجينال محضره، الصورة من الباسبور محضره، التيكت محضره، الهوتيل محضره، البنك ستيتمنت اخر 3 شهور، وبيكون 10,000 جنيه للفرد الواحد، و30,000 جنيه للفاميلي لو انت عندك المينيمم يعني 10,000 او 30,000. لو انت متجوز بتجيب قسيمة الجواز، مش جايبها خلاص انت مش متجوز. لو انت هتستخدم حساب بنك بتاع مامتك او والدك او الوالدين، يعني بتحط شهادة ميلادك وبتثبت ان هم والدك. لو انت يعني ايه قاصر ومش عندك شغل او كده، انت لو مش جايبها خلاص HR ليتر وبتاعت الشغل خلاص نعلمها. الناس الطلبة اللي بتدرس ومعاهم السكول، شهادة السكول تحطها. ولو انت عندك شركة بتعلم هنا. بس لو انت in case using company bank statement، لو انت عندك كشف الحساب بتاع الشركة هتعلم هنا. لو انت مقدم عادي خلاص تمضي هنا عند الابليكيشن sign applicant، وبتمضي فوق هنا وخلاص، وبتطبع الورقة ديت، الكام ورقة دولت، وبتحط صورتك فوق هنا وخلاص.
خلاص كده انت هتقدر تقدم على الابلكيشن. وان شاء الله اشوفكم في موضوع جديد وتفاصيل كتير عن السفر واي حاجه متعلقه بالسفر. اشوفكم بخير، مع السلامه.